تخيل معايا كده يا صديقي ان كل ذنبك في الحياة انك شخص فقير، وبما ان الدنيا ما بترحمش فالكل بيتنمر عليك وعلى عيلتك لان شغلتهم هي جمع القمامة. ولكن بسبب التنمر ده بطلنا بقى مدمر نفسيا، وده لانه في واحدة من اكبر المدارس في المدينة، ولكنه كره كل حاجة بسبب الضغط اللي كان عليه. بس القدر والظروف بيمنحوه قوة جبارة علشان يقدر يقف على رجليه من تاني. بيمتلك نظام مرعب يا زميلي بيغيره تماما لواحد تاني. فهل بقى هيستخدم قوته دي وينتقم من كل اللي اذوه او اتنمروا عليه؟ ده بقى يا معلم اللي هنعرفه النهارده. ولكن قبل ما نبدأ عايزك بقى تمسي كده عليا بزرار اللايك، والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن هيا بنا نرى ما حدث وماذا جرى. بتبدأ حكايتنا وبنشوف بطلنا مارك واللي بيكون ماشي في المدرسة عادي جدا لحد ما بطنه بتطلع أصوات غريبة وعجيبة كده، وده صديقي من كتر الجوع. فبطلنا بيروح لأي كافيه علشان ياكله لقمتين كده ويظبط نفسه، وده قبل ما يروح حصة التنمية البشرية المملة دي. ولكن علشان ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة، فماركو وهو ماشي في امان الله كده بيلاقي اتنين وراه بيمثلوا ان هما بيتخانقوا وبيخبطوا فيه كده. فمارك بيقع ولكن بيمسك في بنت، واول لما بيفتح عينه بيتصدم ان البنت دي بتبصله بغضب وبتقوله انت عبيط يالا، ده انت ليلة اهلك سودا. فعمنا مارك بيحاول يشرح لها انه ما كانش يقصد وان في حد زقه عليها، ولكن البت ما بتصدقوش يا صديقي. ولكن في اللحظة دي بيتدخل العيال اللي كانوا بيتخانقوا وبيقولوا لبعض العبيط وقع في الفخ، العبيط وقع في الفخ. يلا بقى نستغل الفرصة، لازم نكسب قلب روز على قفا المغفل ده. وبالمناسبة المعلمين دول بيكونوا اسمهم فرانكو وديف، واللي بيكونوا عايزين يوقعوه في مصيبة أكبر مع البنت دي. المهم بقى بنرجع تاني لعمنا مارك واللي بيكون متوتر جدا وبيقول لها نهار اسود بقولك ما كانش قصدي، وبيفضل يتأسف لها وبيسألها طب ازاي اقدر اعوضك. ولكن روز بتتعصب عليه وبتضربه قلم حكومة. ولكن مارك بيحاول يفهمها برضو ان هي فاهمة غلط وهو اكيد ما يقصدش كده. ولكن روز بتقول له مش عايز اسمع صوتك تاني، انت عيل قذر، مش كفاية انك دخلت مدرسة محترمة زي دي؟ ولا انت اللي زيك ما يعرفش حاجة عن الاحترام؟ انت عيل مقرف، واوحش حاجة اني اصطبع على وش حد مقرف وفقير زيك. وهنا بقى روز بتسيبه وبتمشي وما بتكونش طايقة نفسها. ولكن واحد من الطلاب بقى بيسمعها وهي بتهزقه، ولما بيشوف اللي حصل بيقول ايه ده، مش ده الواد مارك المتسول يا جماعة؟ انت ايه يالا، مش كفاية انك متسول وكحيان، لا وكمان منحرف؟ يلا اهي كملت. ولكن في اللحظة دي بيتدخل فرانكو وبيقول لروز مالك يا حبيبتي، مين الحيوان ده اللي ضايقك؟ ده انا موتهولك من الضرب دلوقتي، هو فين ابن فروز هنا بقى بترد عليه وبتعرفه ان الواد المتسول ده عمل حركة وحشة معايا دلوقتي واحرجني قدام كل المدرسة. ففرانك بيتعصب وبيقول له انت ازاي يالا تتجرأ وتزعج حبيبتي؟ ده انت ليلة اهلك سودا يالا، تعالالي هنا. حلا يالا ديف، الولد ده لازم يتعمل منه بطاطس مهروسة النهاردة. ولكن في اللحظة دي بتتدخل بنت جميلة جدا كده، والبنت دي بقى بتقول لفرانك استنى لحظة، ما ينفعش اللي بيحصل هنا ده، الولد خلاص اتأسف لها وانا شفت الكلام ده بعناية، فعايزين ايه تاني منه؟ يا ريت بقى تبطلوا تتنمروا عليه شوية. ولكن الكل ما بيكونش مركز في كلامها اصلا ولا مدينها اي اهتمام بربع جنيه، وده لان الكل كان بيبص لها بنظرات اعجاب والقلوب بتنط من عينيهم يا زميلي. ولكن فرانك بقى بيقول لها بس ده يعتبر اتحرش بحبيبتي،
يا جيسي مالك؟ ده انا نفسي ما قدرتش اعمل اللي عمله الحقير ده. ولكن جيسي بقى بترد وبتقول له برضه مهما عمل ما ينفعش انك تتنمر عليه كده. فمارك بيكون مبسوط ومستغرب في نفس الوقت، مستغرب ان جيسي بتدافع عنه كده بالرغم انها اول مرة تشوفه اصلا. بس فرانك بيضحك بقى وبيقول لجيسي خلاص انا هسامحه علشان خاطرك، بس لان المتسول ده اللي جدته بتلم الكمامة، يعني اقل من اني اتكلم معاه، وانا اصلا قرفان ان انا واقف جنبه. فجيسي بقى بتتصدم من كلامه البشع ده وبتقول له انت عبيط صح؟ انت ازاي تتكلم عنه كده هو وجدته؟ يلا تأسف له دلوقتي. ولكن مارك بيتجنن اول لما بيسمع سيرة جدته، بس حقه يا جماعة ما هي بتتهزق قدامه، وبيقول لفرانك تقدر تهزقني انا ماشي، ولكن جدتي خط احمر، وبيسدد له هنا كده ضربة قوية جدا. فديف بقى بيقول له انت اتجننت؟ انت بتضرب الزعيم فرانك؟ يالا ده انت يومك مش هيعدي على خير. وهنا بقى بتبدأ المعركة، وفي اللحظة دي بيجي المدرس تيان كده وبيوقف الكل عند حده. وتيان بقى بيقول لهم ايه الدوشة دي كلها؟ حد يفهمني ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. ولكن اول لما بيشوف مارك واقع على الارض كده فعرف ان هما بيتريقوا عليه. ومارك اول لما شاف تيان برضه قالك بس هي كده كملت، ده المعلم تيان هيحط عليا لاني ما بحضرش دروسه، انا ما حضرتلوش ولا حصة. وجيسي بقى بتحاول تدافع عن مارك هنا، ولكن المدرس تيان بيسكتها. وتيان بقى بيقول لها بتدافع عن مين؟ ده ضرب فرانك وكمان ضايق الطالبة روز وكمان عمل شغب في المدرسة، فهنستنى يعمل ايه تاني اكتر من كده؟ لازم يتعاقب. فمارك بقى بيعرفها ان خلاص مفيش فايدة وبيشكرها على دعمها ليه. فجيسي بتتأسف له وده علشان ما قدرتش تعمل له حاجة. ولكن تيان بيرد عليها بتريقة كده وبيقول لها لا ما تقلقيش انا هعرف اتصرف معاه ومن غير اي مشاكل، فروحوا انتوا يلا شوفوا دروسكوا وانت يا مارك تعالى ورايا. بس تيان بيكمل كلامه في سره كده وبيقول تعالى لي يا حبيبي، انت اخيرا وقعت في ايدي ومحدش هيسمع عليك. وعلى الجانب التاني بنشوف المعلم ديف بيضحك وبيقول لفرانك يا عيني ده مش هيطلع كده عليه نهار تاني خلاص، ده المعلم تيان طول عمره مفتري واكيد هيطلع عليه القديم والجديد. وفرانك بيضحك وبيقول له سيبك منه يا عم، هو خلاص كده هياخد عقابه، اما احنا بقى فيلا بينا نروح ناكل كده ونروق على نفسنا قبل ما الحصة تبدأ. وفي الوقت ده بيكون المعلم تيان عمال بيزعق لمارك وبيقول له انت من النهارده اعتبر نفسك مفصول وما تحاولش تبرر لان الكل شافوك وانت بتعمل كده. بس مارك ما بيكونش مركز معاه اساسا وكان بيسرح مع نفسه كده. ومارك بيقول المعلم الغبي ده مش مهتم لكلامي اصلا، وكل ده علشان انا فقير. انا بتمنى لو ما كنتش فقير علشان اكيد كان زمانهم هيحترموني زي باقي الطلاب. وبرغم ان درجاتي كويسة جدا ولكن انا كرهت المدرسة دي ومش بحب اروحها علشان التنمر ده، ولكن للأسف مضطر اروح علشان جدتي تعبت من كتر الشغل وكانت بتفضل تضغط على نفسها علشان اعرف ادخل مدرسة محترمة زي دي لحد ما تعبت من كتر الضغط. وده بالرغم اني كنت ضد المدرسة دي من الاول، وده لان مصاريفها في متناول الاشخاص الاغنياء بس. وفي النهاية طلعت مدرسة زي كل المدارس، كل المعلمين اللي فيها جشعين وحقيرين والطلاب تحسهم كده هربانين من السجن 4 مرات. ولكن للأسف لازم ابص للواقع واحضر غصب عني، وده علشان الدرجات وعلشان المصاريف دي كلها ما تروحش على جدتي، دي ممكن تموت فيها. ولكن تيان بقى بيخرجه من تفكيره كده وبيقول له ولا اتصل بأهلك دلوقتي لانهم لازم يعرفوا بكل بلاويك دي وكمان درجاتك اللي بقت زي الزفت. فمارك بيقول له ارجوك لا وحياة عيالك انا اوعدك اني هلتزم وهنجح المرة اللي جاية، بس ارجوك ما تقولش لجدتي، دي ممكن تروح مني لو عرفت اللي حصل. فتيان بيرد عليه وبيقول له انا مش صعبان عليا غير جدتك دي يا ابني، ده انت بدرجاتك دي مش هتدخل جامعة تحت السلم حتى مع انك كنت في مادة الزراعة متفوق،
ايه اللي حصل لك؟ بس مارك بيصدمه بكلامه هنا وبيعرفه انه مش عايز يدخل جامعة اصلا، وانه عايز يخلص تعليمه علشان يساعد جدته في المصاريف. وتيام بقى بيقول لنفسه ما ينفعش حد من فصلي ما يدخلش الجامعة، لان لازم الكل اللي في صفي يدخلها والا هتبقى في وشي انا. ولكن تيام بيلاقي مارك مصر على قراره ده، فتيام بقى بيقول لمارك لازم تجيب جدتك دلوقتي لاني خلاص ما ينفعش اسكت المرة دي كمان. ومارك بيتحايل على تيان كده وبيبوس رجله علشان ما يعرفش جدته، فتيان بيستغرب وبيعرفه انه ما ينفعش يعمل كده، قوم يالا اهبل. ولكن مارك بيقول له ارجوك انا جدتي تعبانة وكمان في المستشفى، ولو عرفت حاجة زي كده ممكن تموت فيها، وانا بوعدك هشتغل على نفسي وهذاكر وهنجح، بس ما تعرفهاش اي حاجة لو سمحت. فواحدة من المعلمات كده بتسأل زميلتها في ايه بالظبط، فزميلتها بتعرفها ان تيان شكله كده بيعذب الاطفال، والكل بيبدأ يتكلم عن تيان وعن اللي بيعمله للطلبة. فتيان بيفهم هنا ان ده ممكن يأثر على سمعته في المدرسة، وتيان بقى بيقول له خلاص قوم هسامحك المرة دي، ولكن بشرط انك تطلع من الاوائل في الاختبار بتاع الاسبوع اللي جاي، ويا اما بقى هقول لجدتك على كل حاجة وانت المسؤول بقى على اللي هيحصل لها بسببك، ويلا قوم روح المستوصف تحت خليهم يعالجوا لك كل الكدمات دي. ومارك بيستغرب هنا من رد فعله الغريب، وده لانه عارف ان تيان عايز يمشيه من المدرسة بأي طريقة وبيستحقره دايما. وفعلا تيان بيقول بقى مش عايز يروح الجامعة علشان يصرف على جدته، طب انا بقى هوصلك لحلمك ده وهخليك تمشي من هنا. وبعد كده بقى مارك بينزل للمستوصف، والدكتورة اول لما بتشوفه بتفهم على طول وبتقول له انت بقى اللي كنت بتتخانق من شوية صح؟ على العموم انا هعالجك مع ان اصابتك مش خطيرة. بس مارك ما بيكونش مركز اصلا ولا حاسس باي الم، لانه كده كده عارف ان تيان عايز يطيره من المدرسة، فلازم يذاكر كويس علشان يبقى من العشرة الاوائل على الصف. وبعد كده بقى جيسي بتلاحظ ده وبتيجي تقول له ايه رأيك لو اساعدك في المذاكرة علشان تعرف تنجح؟ فمارك بيقول لها لا مش عايز اصدعك معايا، ولكن جيسي بتبقى مصممة بتقول له هذاكر لك يعني هذاكر لك، وبتقول له على فكرة انا اللي هستفيد مش انت، لان انا كده يعتبر براجع المواد معاك من تاني. ولكن في اللحظة دي بيدخل عليهم الطلبة فرانكو وزمايله واللي بيفضلوا يضايقوا مارك التاني كده. فمارك بيقول لجيسي امشي انت دلوقتي وبكرة نبقى نذاكر الرياضة بعد الدرس، لان اللي هيحصل دلوقتي مش هحب انك تشوفيه. بس فرانك بيقول له لا ما تقلقش احنا مش هنيجي جنبها اصلا، احنا عايزينك انت يا جميل. فجيسي بتسيبهم هنا وبتروح تدور كده على حد يساعدهم بسرعة، ومارك بيقول له بقول لك ايه انا لا عايز اتخانق ولا اضرب حد، انا عايز اذاكر فسيبني في حالي يا عمنا امشي يابا الله يكرمك. ولكن فرانك بيقول له لا يا حبيبي انا ما ياكلش معايا الكلام ده، اصل انت لو مش عايز تتخانق معايا يبقى خليك كده واقف مكانك وسيبني انا اتمتع وانا بضربك. والكل بقى بيقربوا منه كده وبيحاصروه في الفصل، ولكن مارك بيتعصب وبيقول لهم بقول لكم ايه انتم فاكرين علشان انتم اكتر مني هخاف؟ ده وجود عدد اكبر من الاغبياء بيخليهم وضحوك اكبر مش اكتر من كده. فواحد منهم بقى بيقول له بطل كلام كبير والا هتموت، ولسه بيمسكوا كده ولكن عمنا مارك بيضربه، وهنا بقى الكل بيجري عليه. فمارك بيجري لبره المدرسة بسرعة كبيرة، وبطلنا بيفضل يجري ويجري لحد ما بيلاقي المقابر، فبيروح يستخبى في المقابر كده على اساس يخافوا ومحدش يقدر يدخلها. وبالفعل الواد ديف بيقول لفرانك يا عم دي المقابر القديمة، ولكن فرانك بيقول له احنا لسه الصبح يا جبان. ولكنهم بقى بيلاقوا مارك خارج كده وبينزف جامد، وهنا بقى بيترعبوا وبيسيبوه وبيمشوا. ومارك بيتفاجئ هنا بنور غريب وحاجة غريبة كده مرمية على الارض، واللي اول ما بيلمسها بس بتدخل جواه كده قوة كبيرة، ودي بقى مش قوة عادية لا دي قوة ملوك السماء والارض والهواء التلاتة مع بعض يا زميلي.
فبطلنا بقى بيبدأ يحس هنا بإحساسات غريبة، وبيحس كده إن في صوت قاعد بيتكلم جوه دماغه، وفجأة كده بيظهر له النظام وبيقول له تم اكتشاف المضيف، ولكن المضيف فقير ومتسول وكمان ضعيف البنية، ولكن تم الربط بنجاح. والنظام بقى بيقول له هنا إلى اللقاء لحين وجود مهمة جديدة. فمارك بيبدأ يحس بألم رهيب وصداع قوي جدا، وبعد كده بقى مارك بيقوم وبيقول ايه ده، هو الكلام ده بجد ولا ايه؟ الصوت الغريب ده قال ان جسدي ضعيف، بس انا دلوقتي حاسس بقوة جبارة، وبيقعد يرقص كده زي العبيط. ولكن تيام بيفوقه من هبله ده وبيقول له انت ياض ما بتزهقش، هو انا مواريش غيرك ولا ايه؟ ليه ضربت حد تاني؟ انا زهقت منك، ويا ريت تروح بيتك وتلم الكمامة مع جدتك احسن لك، ما تجيش المدرسة دي تاني ولا شوف وشك فيها. ولكن جيسي بتقول له صدقني ده مظلوم، هما اللي فضلوا يضايقوه، هو كان بيدافع عن نفسه، يعني المفروض هما اللي يتعاقبوا مش العكس يا استاذ تيان، ده مش عدل. فتيان بقى بيرد عليها هنا وبيقول لها عدل ايه يا بنتي؟ يعني انا لما اطرده من المدرسة بطريقة غير مباشرة يبقى ده العدل كله؟ ده حتى كحيان ومذلول وفاشل وملوش اي لازمة في المدرسة. بس جيسي بتعرفه انه مش فاشل، لا ده ممتاز جدا في مادة الزراعة، ولكن انت اللي مش مديله فرصة، خليه يثبت نفسه، خليه يثبت نفسه وهو هيوريك. فتيان بقى بيقول لها اديله فرصة ازاي؟ ده الدرس من حصة الزراعة بآلاف الدولارات، وده حيلته ايه ده علشان يكمل في المجال ده؟ وهنا بقى مارك بيقول له انا عارف انها غالية جدا، واصلا ما كنتش ناوي اتخصص فيها، فمش لازم تفكرني بمستوايا كده كل شوية. بس تيام بقى بيصدمه هنا وبيقول له ايه رأيك نعمل تحدي مع بعض، لو انت كسبت هديك الاختبار مجاني، ايه رأيك؟ وكمان همنحك على كل درسين درس واحد مجاني، ولكن لو خسرت هتسيب المدرسة فورا. وفي اللحظة دي بيرجع النظام تاني يكلمه وبيعرفه ان ظهرت مهمة جديدة للمضيف مارك، وهي ضرب المعلم السمين ده والانتقام منه، ولكن لو ما نفذش المهمة دي وما عملهاش فهيدخل في غيبوبة لمدة 3 ايام، وهيروح عليه الاختبار التجريبي، لان الاختبار ده المفروض بعد يومين بس. والنظام بقى بيعرفه ان جائزة المهمة دي هي كل اجابات الاختبار ده، ولكن مارك كان خايف من الموضوع ده ومش عارف يرفض ولا يوافق. ومارك بقى بيقول مش فارقة، انا كده كده هسقط، بس جت فرصتي علشان اعلم العجل ده الدرس. فمارك بيروح يمسك تيان كده وبيجرب عليه فينيش المصارع الرومين رينز، وتيان بقى بيشتمه كده وبيقول له يا ابن الغدارة بتضربني وانا اللي عايز اساعدك، انت مش خايف مني ولا حتى عامل قيمة لسني، ده انا هوريك يا حيوان يا زبالة، هوريك الضرب على اصوله. ولكن مارك بيصد ضربته وبيضربه جامد كده وبيرميه لبعيد، وبسبب انه دبدوب يا زميلي فملابسه كده بتتقطع على طول. بس مارك هنا ما بيكتفيش بكده وبيفضل يضرب فيه لحد اما بيغمى عليه. وهنا بقى جيسي بتقول له اللي انت هببته ده انت مجنون. فمارك بيرد عليها وبيعرفها ان الحقير ده ما ينفعش يكون مدرس، ده مادي حقير وبيضطهد الكل علشان مصلحته الشخصية. وجيسي بقى بتقول له بس انت عارف عقاب اللي يضرب مدرس ايه؟ ده انت اقل حاجة هتطرد من المدرسة ويمكن اكتر كمان. فمارك بيقول لها خلاص مش فارقة، حتى لو ما كنتش عملت كده كان ابو كرش ده هيمشيني برضه، كان هيعمل كده باي طريقة، ده مش طايقني. وبعد كده بقى بنشوف كل الطلبة في الفصل والكل بيكون مستغرب ان تيان لسه ما جاش لحد دلوقتي، ولكن عمنا مارك المجرم كانت دماغه في حتة تانية خالص، واللي هي ازاي الرسومات دي ظهرت على ايده كده، بس بيفتكر بقى انها ظهرت لما كان في المقابر، واكيد كل رسمة من دول بترمز للقوة. وفي الوقت ده بقى الطلبة بيقولوا ان هم لقوا المعلم تيان واكل على محترمة في المقابر وكمان مغمى عليه. وكل البنات هنا بقى بيقولوا احسن الخنزير التخين ده يستاهل الحرق مش الضرب بس، وبيسألوه هو اللي ضربه ده من فصلنا ولا منين. ولكن في اللحظة دي بيدخل عليهم المدير ليو كده وبيسألهم هو مارك موجود هنا؟ انا محتاجه دلوقتي. فجيسي بقى بتكون عايزة تعرف هو تيان راح يشتكي للمدير
ولا ايه؟ وليو بياخد مارك كده وبيمشي من سكات لمكتبه، وكل الطلبة بقى بيقلقوا وبيبدأوا يتكلموا عن اللي هيحصل في مارك من المدير، لانه طالما وصل للمرحلة دي فاكيد هيديله على دماغه. واحدة من الطلبة بتسأل زميلتها هو ممكن يكون مارك هو اللي ضرب تيان، فبتقول لها لا طبعا، دوت حظه زي الزفت طول عمره. ولكن المدير بيرجع فجأة وبيلاقي فرانك وديف فرحانين، فالمدير ليو هنا بيعاقبهم ان هم يقفوا ورا ووشهم للحيطة لحد ما يرجع لهم، وبعد كده بيمشي. بعدها بقى بيدخل ليو ومارك لغرفة المدير، وده علشان يتحقق منه. وليو بقى بيقول له انا سمعت عنك حاجات كتير قوي، قول لي هل ليك يد في اللي حصل للاستاذ تيان ده، لانه بيتهمك انت بشكل مباشر في اللي حصل له ده، فانا عايز تفسير للكلام ده دلوقتي. وبيبدأ يسجل كلامهم ده علشان يبقى معاه دليل على مارك، ولكن مارك ما بيهتمش وبيقعد يفكر هو هيقول ايه علشان ما يتسوحش. وبيقول لنفسه انا ضربته علشان بيهددني كل شوية، بس مش معقول يكون تيان وليو عايزين يأذوني ويخلصوا مني، لان غريب هو ليه بيسجل لي. انا هقفل التسجيل ده دلوقتي. ولكن ليو بيضربه على ايده وبيقول له اياك تيجي جنبه تاني، انت سامع؟ ورد على السؤال يلا، انا مش تيان وانت فاهم ده كويس. وفي اللحظة دي بيرجع النظام من تاني وبيقول له اهلا بالمضيف الكحيان، ما تقلقش المهمة المرة دي سهلة جدا، وهي لمس شعر مدير المدرسة ده، وده علشان تعرف عنه سر حلو كده، والسر ده ممكن يخرجك من الموقف ده. بس لو معرفتش بقى تمسك شعر المدير وتنفذ المهمة بنجاح فهتتعاقب على ده، وهيجيلك تعب مزمن لمدة اسبوع علشان هتبقى تستاهل يا برنس. وحاول تنجز كده لان كل اللي قدامك هي دقيقة واحدة بس. فمارك بيقول لها لا طبعا، اسبوع ايه، احنا نلمس شعره احسن. فليو بقى بيقول له الاستاذ تيان اللي مرمي في المستشفى ده كان معلم كويس جدا، بس كان تخين، وده كان السبب ان الطلاب بيتريقوا عليه زي ما بيعملوا فيك كده بالظبط، ولكن انت طلعت غضبك كله عليه، يعني انت كده غلطت غلطة كبيرة، وعقابك هنا انك تروح لبيتك وتلم الكمامة مع جدتك العجوزة دي قبل ما تخرف. فمارك اول لما بيسمع سيرة جدته بيتجنن يا زميلي، وبدل ما يلمس شعر المدير علشان ما يتعاقبش فبيمسك دماغه كده وبيبدأ يضغط عليها بقوة كبيرة. وليو بقى بيصرخ وبيقول له سيبني يا حقير، ده انت ليلتك سودا. ومارك بيسيبه كده وليو بيتعصب وبيروح الحمام، وده علشان بسرعة يظبط شعره تاني. فبيرجع النظام كده وبيقول له مبروك، انت نجحت في الاختبار ومش هتتعاقب يا برنس وما تقلقش. وبيعرفوا بقى اسرار عن زوجة المدير وكمان عن منزله. وبعد كده بقى بيقول له الليلة ليلتك يا معلم، استخدم بقى الاسرار دي زي ما تحب. وكل الطلبة بتتجمع كده قدام غرفة المدير، والكل بقى بيكونوا خايفين من اللي هيحصل في مارك، بس مارك بيكون مصدوم من كتر اللي سمعه. وفي اللحظة دي بقى بيجي المدير ليو كده وبيكون على اخره منه، وليو بيقول له انا محدش استجرى وعمل كده معايا قبل كده، انت ازاي يا جربوع انت تعملها؟ ولسه هيضربه كده بكل قوته، ولكن مارك بيصدمه وبيقول له كده بخبث مراتك دلوقتي لابسه كذا كذا كذا، وبيفضل يقول له في الاسرار دي وبيصدمه يا صديقي. فليو بقى بيتوتر وبيقول له انت عرفت منين يالا كل ده، يخرب بيتك. فمارك بيرد عليه بقى وبيقول له دي حاجات اسرار بقى. وليو بقى بيتصدم وانه ازاي شاف اللي حصل الصبح، وبيقول هي بتبقى قمر باللون ده، بس الواد ده عرف الكلام ده منين؟ فمارك بيعرفه انه ممكن يروح يلم القمامة، بس انت عارف بقى ان الزبالين رغايين قوي وبيقولوا كل حاجة. بس هنا بقى ليو بيقول له لا يا مارك يا حبيبي، انا ما اقدرش اطردك، ولكن علشان اقدر اساعدك لازم تنجح في اختبار الاسبوع ده، بس انت فاتتك الحصة بتاعة الصبح، فنصيحة مني ليك
عليك الخناق والضرب وجو الشباب الطايش ده غلط جدا، يعني ريح دماغك كده ويا ريت تركز على مذاكرتك بس يا حبيبي، وملكش دعوة بفرانكو وديف دول وما تعملش مشاكل معاهم تاني. يا عم حاول تتصاحب عليهم كده، ولو ضايقوك قولي بس انا هنفخهم لك. يلا يا حبيبي سلام في رعاية الله. يا مدير يا جبان. فمارك هنا بقى بيقول له حاضر، اوعدك مش هعمل مشاكل تاني خلاص، ولا حتى هتخانق مع حد، وهحاول اصاحبهم كده بس يكش هم يبطلوا مرازية فيا، واللي قلته ليك النهارده ده هيفضل سر ما بيننا ما تقلقش. ومارك بيخرج من غرفة المدير كده، ولكن وهو ماشي بيخبط في بنت تاني، والبنت دي كانت هتقع ولكن بيمسك ايديها وبيلحقها. وفي اللحظة دي بيرجع له النظام تاني كده وبيقول له مبروك يا برنس، بس المهمة الجديدة مش سهلة المرة دي، لان المهمة الجديدة انك ما علينا. وبيقول له بس يا معلم لو فشلت في الاختبار ده فهيجيلك مغص قلوي كده لمدة 300 دقيقة وهيكون بشكل متواصل. فمارك بيفقد اعصابه هنا وبيقول له انت اكيد مجنون، اعملها ازاي دي؟ ابوس مين يا عمنا؟ فالبت هنا بقى بتسأله هو انت اميري صديقي؟ لا مش هو، اعذرني انا كنت بشبع عليك بس، وشكرا ليك انك لحقتني من الوقعة، انا كان زماني متبهدلة دلوقتي. بس مارك ما بيكونش مركز معاها اصلا، وبيفكر ازاي هيعمل كده مع البنت الكيوتة دي، وبيقول للنظام لا انا اتعاقب احسن، انا مش هقدر اعمل معاها كده، انا راجل نبيل ما اقدرش اعمل كده، دي زي اختي يابا. بس النظام بيقول له فكر كويس الوقت بيضيع منك، دي زهرة اجمل بنت في الفصل السابع كله، ولكن مارك بيكون مصر على قراره. وفي الوقت ده بتكون زهرة عمالة تتكلم معاه كده وبتقرب منه وبتعجب بيه، ولكن مارك بيفشل في المهمة وبيفضل كده يرجع كتير جدا. والبت زهرة بقى بتتصدم منه وبتفتكر كده انه كان معروف منها، فالبت بتزعقله كده وبتقول له ايه هو انت شايف اني مقرفة للدرجة دي؟ هو انت شايفني واحدة عجوزة مكحكحة قدامك؟ انت بترجع ليه كده؟ فمارك بيقول لها انا اسف استني بس انا هفهمك بس اما فوق من القرف والوجع ده. وبيقعد كده يصيح من الألم وبيقول لنفسه يا ريتني بوستها وخلصت. بعد كده بقى بيجي تاني يوم ومارك بيروح لفصله وبيقابل جيسي، فهنا مارك بيقول لها صباح الفل، اتمنى تكوني نمت كويس امبارح. فجيسي بتقول له بطل تفاهة، انا النهارده عايزاك ما تنساش اي حاجة خالص، واوعى يا مارك تسلم ورقتك بدري، استنى كده وركز كويس، وافتكر كمان الكلام اللي قلته لك امبارح علشان اكيد مش هيخرج من الامتحان على الاقل اغلب الاسئله دي. بس انا مش قلقانه، انا واثقه فيك انك هتعدي، ولكن اوعى تخيب املي فيك يا مارك. فمارك هنا بقى بيقول لها ما تقلقيش بقى، اكيد مش بعد العذاب ده كله واجي واخيب املك. بصي انا هداش من الامتحان ده لان كده كده الامتحان ده هو اللي هيحدد مستقبلي في المدرسه، وبعد كده بقى بيتوزع عليهم كلهم ورق الامتحان. وهنا بقى بيلاقوه صعب جدا، حتى جيسي اللي من الاوائل ما كانتش فاهمه اي حاجه. ولكن يا ترى المعلم مارك هيعمل ايه؟ ويا ترى النظام هيصدق معاه وهيديله اجابات الامتحان؟ ما هو علشان لو محلش فكده هيطرد من المدرسه. ولكن ايه اللي هيحصل بالظبط ده بقى اللي هنعرفه في القسم اللي جاي. وعلشان كده ظبط بقى الدنيا كده وروق الكلام واشترك في القناه وارزع اللايك الجامد للفيديو، وما تنساش تبصلك بصة كده على قنواتنا التانية، بننزل هناك ملخصات جامدة صديقي، وهسيب لك اللي يوصلك لهناك في التعليق المثبت. وما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي.